في واحد من العروض الكوميدية كان في حد بيسخر من كتاب تنمية بشرية مشهور وقال تخيلوا ان شخص في مجاعة وبيموت من الجوع، وجه مؤلف كتاب التنمية البشرية وقال له تخيل ان قدامك حتة لحمة مشوية واكل وكل اللي عاوز تاكله، وتخيل هدفك دلوقتي. فاللي في المجاعة يقول له كفاية، ما تقولش الكلام ده حرام عليك. فالمؤلف يقول له انت سلبي ليه؟ ما بتتعاملش مع الموت بالجوع بإيجابية ليه؟ طبعا الكلام ده كوميدي، ومعنى انك تكون ايجابي في الموقف ده انك تؤمن ان في اكل في مكان ما ولازم تسعى ليه بدل ما تستسلم للوضع اللي انت فيه. بس من الموقف ده يخلينا نقول ان الظروف المحيطة بينا بتأثر في مستوى سعادتنا. يعني هتلاقي واحد سعيد عشان عايش في بلد معينة او حواليه ناس ايجابية، او حتى مديره في الشغل انسان كويس. علشان الانسان يبقى سعيد لازم يبقى حر في اتخاذ القرارات الخاصة بحياته. وعشان نوضح النقطة دي، في تجربة اتعملت في دار مسنين وقسموا الناس لمجموعتين. اول مجموعة وفروا ليهم خدمة ممتازة، جاب لهم كل حاجة من غير ما يطلبوها زي ترتيب الغرف والاكل. اما المجموعه الثانيه ما يجيب لهمش حاجه غير لما يختاروا من بين بدائل، زي اكنهم يختاروا الاكل من المنيو. وبعد فتره من التجربه لقوا ان المجموعه الثانيه اكتر سعاده وصحتهم اتحسنت. ومعنى الكلام ده ان اتخاذ قرارات في حياتك ومساهمتك في الحاجات اللي بتحصل لك هتخليك سعيد، علشان هيبقى ليك دور في الحاجات اللي بتحصل في حياتك ومش مفروضه عليك. وهقول لك مثال عشان نوضح الكلام ده. تخيل لو في واحد والده وعده ان لو جاب مجموع كويس في الثانويه ودخل طب هيجيب له عربيه، وان الطالب ده نجح ودخل طب ووالده جاب له عربيه لونها احمر وهو كان عاوز عربيه لونها اسود. هو هيكون سعيد طبعا بالعربيه، بس هيحس بالاحباط من لونها علشان مش هو اللي اختار اللون، وهيحس ان العربيه مفروض عليه ومش اختياره، ده اختيار والده. عشان كده لو عاوز تستمتع بالانجاز لازم تكون جزء منه. في ناس بتقول ان المشكله مش في الشخص نفسه، لا ده في المجتمع اللي عايش فيه والناس اللي بيتعامل معاها ووسائل الاعلام اللي بيشوفها. فهل الكلام ده صحيح؟ عشان نتاكد من الكلام ده العلماء عملوا تجربه غريبه. جابوا مجموعتين وطلبوا منهم انهم يحلوا اسئله لغويه، زي انهم يقولوا مرادف لكلمات او يعدوا حروف كلمات او حتى يكتبوها بخط مختلف. المجموعه الاولى ادولهم كلمات تدل على كبر السن زي التجاعيد والشعر الابيض وطقم الاسنان وعلى المعاش، والمجموعه الثانيه ادولهم كلمات توحي بالطاقه والشباب زي الحماس والقوه والتفوق واللياقه البدنيه. واستنوهم لحد ما خلصوا الاسئله واوهموهم ان التجربه خلصت، وبقي يقيسوا الوقت اللي هياخدوه من اول ما يخرجوا من الاوضه لحد ما يوصلوا للاسانسير. ومفاجاه بقى ان المجموعه الاولى اللي تعرضوا لكلمات توحي بكبر السن كانوا ابطا في حركاتهم من المجموعه الثانيه. يعني معنى ده ان الكلمات السلبيه اللي اتقالت لهم اثرت في عقلهم اللاواعي وبالتالي في الاداء العام ليهم. فده تاثير الكلمات، فما بالك بقى بالناس اللي بتتعامل معاهم كل يوم سواء في الاسره او في الشغل او حتى قابلتهم صدفه. يعني معنى الكلام ده لو عاوز تبقى سعيد غير الناس السلبيه والمحبطه في حياتك بناس ايجابيه، ولو ما عرفتش تغيرهم ممكن تتجاهلهم وتقلل التعامل معاهم. وللاسف اباء وامهات كتير بتتعامل بطريقه سلبيه مع اولادها، زي انهم يقولوا انت فاشل وادي دقني لو نجحت. للاسف الكلام ده ليه تاثير سلبي عليهم. ايوه الاباء والامهات فاكرين ان بكده بيشجعوهم عشان يذاكروا مثلا، بس في الحقيقه هم بيكسروهم. ومثال تاني، ناس كتيره لما بتبقى زعلانه بتشغل اغاني حزينه، وللاسف ده بيزود حزنهم. عشان كده لو متضايق شغل اغاني سعيده بدل الاغاني الحزينه، او حتى اتفرج على فيديو سعيد. الكلام اللي بتقوله ليه نفس التاثير على حالتك المزاجيه. يعني لو حد سالك انت عامل ايه وقلت زي الزفت او اهي ماشيه، فانت بتهيئ عقلك الباطن يحس بنفس المشاعر. عشان كده لما تتكلم عن نفسك اتكلم بشكل ايجابي عشان تهيئ نفسك انك تحس بمشاعر ايجابيه. وحتى كلامك مع نفسك ليه نفس التاثير. لما تبقى في موقف يعصبك هل بتحبط نفسك ولا بتشجع نفسك؟ عشان كده لازم تقول لنفسك كلام ايجابي يخليك سعيد، ولازم تكون صديق لنفسك مش عدوها، لان اقرب الناس ليك هو انت. شخصيات الناس بتتغير بمجرد انهم يكتسبوا الثقه من الناس اللي حواليهم. عشان تقدير الناس لينا من العوامل المهمه اللي تخلينا نحس بالسعاده. يعني لو شفت طفل بيتعلم حاجه جديده وعرف يعملها هتلاقيه بيحاول يجذب الانظار ليه، لان رغبه ابهار الناس هي رغبه في التقدير واظهار اعجابهم بينا. عشان كده هتلاقي ناس بتجري ورا الشهره والمناصب ويشتروا حاجات غاليه مش محتاجينها عشان بس يحسوا بتقدير الناس ليهم ويحسوا انهم مهمين. لو فاكر ان الظروف الخارجيه بتاثر على مستوى سعادتك فده لحد ما صح. في ناس بتفضل تتعرض لمؤثرات سلبيه وفي الاخر بيشتكوا انهم مش سعداء. اتجنب المؤثرات السلبيه اللي ما تفيدكش وخلي حواليك مؤثرات ايجابيه عشان تعمل مزاج عام لنفسك ويكون مزاج سعيد. عشان تحس بالسعاده اعتمد على نفسك واعمل اللي يسعدك، ما تستناش ده من الناس. اتعرف على ناس ايجابيه عشان يساعدوك تكون ايجابي. لو عجبك الفيديو ده اعمل لايك واشترك في القناه عشان ده هيساعدني ان استمر.